داخل كل خلية من جسدك توجد مكتبة هائلة لا يمكن تخيلها، مكتبة من المعلومات الدقيقة تحتوي على الخطة الكاملة لبناء الإنسان، اسمها الحمض النووي DNA. هذا الشريط المجهري الذي لا يرى بالعين المجردة هو السبب في لون عينيك، وشكل وجهك، وحتى بعض طباعك وشخصيتك. يتكون ال DNA من سلسلة طويلة جدا من الجزيئات تسمى النيوكليوتيدات، مرتبة بطريقة دقيقة كأنها لغة مكتوبة ب4 أحرف فقط، A واو T واو G واو C. ورغم بساطة هذه الأبجدية، فإنها تحتوي على أكثر من 3 مليارات حرف داخل كل خلية من خلاياك. تخيل أن هذه الشيفرة الصغيرة هي التي تحدد كل تفاصيل حياتك من اللحظة الأولى لوجودك. لكن الأعجب أن العلماء اكتشفوا أن الحمض النووي لا يقتصر فقط على الوراثة، بل يتأثر أيضا بالبيئة، وبالطريقة التي نعيش بها. فالغذاء، والتوتر، وحتى المشاعر، يمكن أن تغير في نشاط الجينات دون أن تغير تركيبها، وهذا ما يعرف بعلم التخلق Epigenetics. بمعنى آخر، ما تفعله اليوم يمكن أن يؤثر في جينات أولادك وأحفادك. فالعادات الجيدة مثل النوم المنتظم، الأكل الصحي، والتفكير الإيجابي، يمكن أن تعيد برمجة الحمض النووي ليعمل بشكل أفضل. ومن بين أعظم الاكتشافات الحديثة، مشروع الجينوم البشري، الذي كشف الخريطة الوراثية الكاملة للإنسان سنة 2003. ومنذ ذلك اليوم، أصبح العلماء قادرين على فهم الأمراض الوراثية، وتطوير علاجات دقيقة حسب الجينات الخاصة بكل شخص. بل وصل الأمر إلى إمكانية تعديل الجينات نفسها بتقنية CRISPR، التي قد تغير مستقبل الطب إلى الأبد. لكن هذا التقدم أثار أيضا أسئلة أخلاقية عميقة. هل يحق للإنسان أن يغير خلق؟ هل يمكن أن نصل إلى مرحلة نصمم فيها أطفالا بصفات نختارها؟ العلم يفتح الأبواب، لكن يبقى القرار في يد الإنسانية. الحمض النووي ليس مجرد مادة بيولوجية. إنه التاريخ المكتوب داخلنا، يروي قصة أجدادنا، وينقلها إلى من سيأتي بعدنا. إنه الجسر بين الماضي والمستقبل، بين المادة والروح، بين الإنسان وما بي أن يصبح عليه.